وسمير الشيات والزعيم الشيات وكمال الشيات وعبد الواحد الشيات والمسترزقين وولد الحرام. إذا كنتو كتطبلوا النظام الجزائري العسكري، راه هناك شعب يعاني الويلات ثم الويلات، وأنتم تطبلون وتزمرون وتشيتون للنظام العسكري الجزائري فقط لأنكم ضد النظام الملكي المغربي الفاسد الصهيوني. تفرجوا في هذا الشعب مع الدوبل كانو لطفي. الحقيقه اللي بغى يعرف الجزائر يتفرج في لطفي الدوبل كانو. تفرجوا في لطفي، ها هو يخليك فيديو، شوف لطفي الدوبل كانو وشوف الشعب الجزائري كيفاش كيعاني يا الحمار. السلام عليكم احباب الزول في الله، وان شاء الله تكونوا بخير بصحه وعافيه. معكم لطفي، ودائما في مناقشه القضايا اللي تقيس المجتمع الجزائري ونطرح فيها اسئله يا خوتي. وهذا مجرد راي تاعي، يبقى يعني يقدر يكون صحيح كما يقدر يكون غلط، وتقدر الناس تناقش وتقول لي لهناك غلط لهناك صحيح، لهنا نوافقك لهنا نعارضك. هذا هو لو بوت. اليوم شفت هذا الفيديو يا خوتي. يستفون وراك انا محقر نمشي انا موت لاقي الحياه يشوف في ناس الرئيس اسد الويلي وراك انا محقر الحوم يشوف لنا حل. حلم عليه الروح وعليه الروح ودين مغبنه ما عليه الروح مغبنه وين ما عليه الروح وجاك من هنا عاوتاني والله قلبك يتقطع انكار يا خوتي. يعني انت كجزائري، عن بالي اي جزائري يا خوتي يشوف ويقول لك والله نعرف نلقاه بحدايا درك نقطع روحي باش نعاونه. راك تشوف بعينك راه مقطوع كراعي، مانيش نمشي كاع. في كل الدول كان فقراء وكان مساكين وكان الناس الله غالب، هذا رزق تاع ربي وصاريف. لكن الشيء اللي يعني نطرحوه والسؤال اللي نطرحوه، يعني راك تحكي على الجزائر، راهي مش كيما الدول الاخرين، راهي اغنى بلاد في المنطقه. هاي كان يعني اغنى من كان دول في اوروبا، الجزائر اغنى منهم، راهي اكبر منهم، راهي في المساحه في الخيرات في كل. كيفاه الجزائر فيها ناس لهذه الدرجه؟ شوف الخير تاع الجزائر يا خاوتي. قرر السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ضخ مبلغ 1 مليار دولار أمريكي من أجل التضامن والتنمية لتمويل مشاريع تنموية في الدول الأفريقية. مليار دولار. شفت كي نقول لك جزائر الله يبارك فيها الخير، مليار دولار الدول الإفريقية. والله يا خوتي كنت نطرح سؤال على أي واحد فيكم بلا ما يبحث في انترنت، يعني نقول وش هي هذه الدول، اللي يقول لي والله لا نعرفهم شكون. واحد لا على باله مليار دولار. تخيل هذيك المليار دولار قداه فقير في الجزائر تخرجوا من الفقر، وتنحي له هذيك الدموع وديك البكاء وديك التمرميد، وقداه واحد يعالج، وقداه واحد مسكين راهو مضرور، وقداه واحد محتاج، مليار دولار تديها دول يعني لا يعني حتى ربي يقول لك الأقرب فالأقرب. تقدرش تروح تمد الناس اخرين نعرفهمش حتى شكون، وانت شعبك وانت اهلك وانت الاقرب اليك مسكينه ويبكي بالدموع. وهذا مثال برك تاع مليار دولار. ما كان لا نديروا حصه كامله ونجبد لكم كل ما اعطي هدايا ومزايا كما يقول. مليار دولار كنت سقسي اي واحد من الشعب الجزائري يقول لك مشني قابل، والله يعني كما يقولوا هذا رايي انا. كنت سقسي يقول لك لا مدها للشعب خير. رد لي انت في التعليق قول لي لا انا نقبل. ربما كاين سياسه، كاين خطه، كاين كذا، صح. ما كانش يا خوتي استثمار احسن من انك تستثمر في هذه الناس المظلومه مساكن والمحقوره، والاستثمار البشري. راي الناس تبكي يا خوتي، راي الناس ضايعه. سيد الرئيس شوف على تحت طلبوا من ربي وسلطان العليا، نطلبوا من رب العالمين يشوفوا فينا مقربوجه، نطلبوا ربي انا جزائري وولاد الوطن. ما تنساوش باللي الجزائر راهي خرجت من ثوره تحريريه، تم خرجت من حراك، تم نورمالمون العوام الاولين راهي الله يبارك تم فخفخه، راهو الحمد لله تم استرجعت الاموال وتهنينا من الناس اللي تسرقوا. نورمالمون العوام الاولين كلها واش نقول لكم كيما وراء الاستقلال مع الاستعمار الفرنسي، تم السنوات الاولى استرجاع الخيرات والاموال ولا تروح للشعب وكذا. احنا العكس يا خالتي، 5 سنين الاولين تاع العهده الاولى الناس تبكي كيما هك، الناس الحراقه، الناس كارهه شبابك. شفتوا حاطين فيديوهات كيفاه مساكن مديقوتين اون ديريك ما درناش ثوره. نورمالمون الناس وراء الثوره
فرحانين، ويجي واحد مخير من عند الشعب كليدرشيب وهو فرحان ويعاون غير الشعب وقلبه مقطع، والدورو يروح للشعب ديركت، وما احنا الدورو قاعد يروح لدول أخرى. وحتى في العيد كانت فيه نداءات، أنا سميت ودنية ما نسمعش النداء هذا باش يقولك استورد لنا باش نذبحوا في العيد، ما نستوردش. هاو البارادوكس، صوارد كاينة لدرجة أنها تعطى بالمليار دولار إلى دول أخرى، والشعب مسكينة ويبكي في التيلي قاعد يقولوا يا تبون أني حاصل وقف معانا. يعني مش هذا. ربي يجيب الخير يا أخواتي، هذا رأيي. أعطوني رأيكم في التعليقات، وندعيو أنه ربي يفرج على كل هذه الناس مساكن المظلومة، وربي إن شاء الله يمسح هذيك الدموع يا أخواتي. وندعيو إحنا ما لنا إلا الدعاء أنه ربي يهدي المسؤولين تانا باش يهتموا بهذه الطبقة وما يخليهمش في هذه الحالة. ساعدونا صاحبي، ساعدونا صاحبي، نقعدوا هنايا.